النهارده بقى هنعمل لكم كوكيز بوصفة رائعة وسهلة جدا، كلنا نقدروا نعملوها في البيت. أنا الشيف محمود بعمل وصفات وأكلات. تقدروا تتابعوني على الانستجرام وعلى اليوتيوب على الفيسبوك. بعمل لكم وصفات سهلة وبسيطة. ده الكوكيز شوكولاتة زي ما انتم شايفين مع الشوفان، تحفة. القرمشة بتاعته والحرمشة كده حاجة تحفة بصراحة. تابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا وصفة الكوكيز بكل سهولة في البيت تقدر تعمله. عندنا هنا 250 جرام من الزبدة، مسيحهم انا كده تسيحة بسيطة. وعندنا 250 جرام من السكر، هنزل بيهم كده واضربهم في الخلاط لحد ما يبدأوا يفوموا معايا كده فوم بسيط، او ياخدوا ضربة كويسة يعني لمدة من 3 ل5 دقايق. وعندي بيضتين، هنزل بالبيضتين كده وتذكرة فانيليا كده. انزل بتذكرة فانيليا زي ما انتم شايفين. 350 75 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام. انا نخل الدقيق ده على فكرة للضمان يعني. بعدين ما المكونات اختلطت مع بعضها كده بقت نسيج واحد. عندي 50 جرام من الشوفان. طبعا بقى خلاص بقى اشيلهم من المضرب وهعجنهم عجنة كده على ايدي لمدة دقيقتين 3. عجينة بسم الله ما شاء الله تحفة. وهنا عندي 200 جرام من الشوكولاتة المبشورة او مكسرة كده حتت صغيرة خالص. 200 جرام من الشوكولاتة. وبعجن العجنة دي كلها مع بعضها كويس، عجنة كويسة خالص. وبحطها في حاجة كده ايه تانية. وبدخلها التلاجة بس لمدة ربع ساعة. زي ما انتم شايفين كده العجينة تحفة بصراحة. هتعملوا كوكيز في البيت بكل سهولة مع الشيف محمود. طبعا دي هنا الصواني بقى عندنا ايه فرش فيها ورق زبدة كده، وهبدأ بقى اكور زي ما انتم شايفين كده. واضغط ضغطة صغيرة هتطلع معايا بالمنظر الجميل ده اللي انتم شفتوه في اول الفيديو. زي ما انتم شايفين كده تحفة بصراحة. بعد ما خلصنا اول صاج كده ممكن يعملوا معايا صاجين، صاجين وربع. دخلوا الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. ولو عايز حاجة بسيطة بديله زيادة. وزي ما انتم شايفين الكوكيز كده زي ما عملناه النهارده كده، ده معانا الكوكيز النهارده بكل سهولة في البيت. تقدر تعملها للأولاد في المدارس ياخدوها معاهم سناكس كده، أو لحضرتك في الشغل أو لحضرتك في الشغل هتعمليها بكل بساطة وسهولة وكمية كبيرة ازاي من حاجات بسيطة، بدل ما بنشتري من بره بفلوس أكتر. وهنقدر نوفر لنا لو وصلنا لنا الشيف محمود بيعمل وصفات وأكلات. تعالوا بينا ندور الكوكيز مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب واحدة زي ما انتم شايفين كده، سامعين؟ سمي الله. الكوكيز بتاعتنا اهي. بسم الله. سمي الله بقى وناكل. بسم الله. بالقرمشه بتاعتها ولا كلمه صراحه. اخواتي انا بعمل لكم وصفات يا ريت تتابعوني. طبعا الكوكيز زي ما انتم شايفينها كده تحفه تحفه بجد مش هزار. بسم الله. شوكولاته.